حميد شعبان المنضم حديث لصفوف النادي الاسماعيلي، برحب بك على موقع الفكر. أهلا وسهلا. كابتن، قول لنا مفاوضات الاسماعيلي جت معاك ازاي؟ مفيش والله بعد ما يعني خلصت في يومين، يعني نفس أنا كان ليا في عروض في القاهرة وكده، جنب قاعد في القاهرة أصلا، في أندية في القاهرة يعني بتفاوضني وكده. بس يعني أول ما الناس بتوع الإسماعيلي كلموني، فيعني أنا حابب أرجع تاني، يعني الواحد يلعب زي كان في المحلة وكده، فأحسن فريق ليا إن هو يساعدني إن شاء الله أقدم له وأساعده نادي الإسماعيلي يعني. ففضلت يومين عن طريق محمد علاء، الحمد لله خير يعني. بعد رحلك من الاهلي يا كابتن لعبت فين؟ رحت السنة عارض الكلام بني سويف، وتاني سنة كانت الكلام بس الموسم اتلغى فما اتلعبش أصلا. وبعدين رحت الهند، لعبت 6 شهور هناك يعني. هلعب في المحلة الموسم اللي فات، هلعب في المحلة بس الموسم ما كانش هيبدأ، يعني الموسم بدأ أصلا بعد شهر واحد، لو شهر 11 الموسم مش هيبدأ، فاضطريت إن أنا أطلع بره يعني في أي مكان إن أنا يعني أمارس، بس مش إن أنا ما أقعدش يعني. طلع حاسس ان الدوري مش هيتلعب، فلما طلعت اتوقت بعد 6 شهور هناك، فما عرفتش ارجع تاني لما الدوري اتلعب هنا، فخير الحمد لله يعني. تلقيت عروض اخرى غير النادي الاسماعيلي؟ في القاهره في نادي الجيش ونادي دجله، كان الكلام بس من ناحيه بعض الوكلاء يعني، مش النادي نفسه يعني. بس يعني لما الناس كلمتني هنا يعني ما دخلتش في تفاصيل يعني. طموحاتك ايه مع النادي الاسماعيلي؟ حاسس ان الاسماعيلي يرجع من يعني احسن فرقه في مصر، زي ما هو احسن فرقه في مصر يعني، من زمان احسن كوره بيقدمها كل الجماهير المصريه. ونفسي يعني احقق مع الاسماعيلي بطوله يعني، عشان بس ما عملت حاجه مع النادي الاسماعيلي ان شاء الله باذن الله. كل الشكر والتوفيق. شكرا.